في فيديو النهاردة هنعرف مع بعض ايه هي أول معركة في الإسلام. وقبل ما نبدأ نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. أول معركة خاضها المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة بدر الكبرى، فكانت أول صراع بين الحق والباطل، وكانت أول تجربة عسكرية يمر بها المسلمين. حصلت غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة في 17 من شهر رمضان في يوم الجمعة، وانتهت في نفس اليوم. لكن الصحابة رضي الله عنهم استنوا في بدر 3 أيام بعد ما خلصت المعركة، ودارت المعركة 40 ناء اسمها بدر، بتبعد عن المدينة المنورة حوالي 160 كيلومتر. غزوة بدر هي حدث مهم في السيرة النبوية وفي تاريخ الدعوة الإسلامية، وأهمية غزوة بدر في التالي: نزول سورة كاملة في القرآن وهي سورة الأنفال اللي بتتكلم عن غزوة بدر واللي حصل فيها، وربنا ذكرها في القرآن الكريم في سورة آل عمران. تسمية يوم الغزو بيوم الفرقان، فهو يوم فرق بين الحق والباطل. قال تعالى: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. تشريع أحكام القتال والحروب بخصوص الغنائم وطريقة توزيعها، وبخصوص الأسرى وإزاي يتعاملوا معاهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. تهديد طريق قريش وكسر نفوذهم وجورتهم قدام العرب وتعزيز قوة الدولة الإسلامية. فتح الطرق قدام الصحابة وتسهيلها للانتشار في البلدان لنشر الدعوة الإسلامية. زيادة ترابط المسلمين وهبتهم وتوحيد كلمة المهاجرين والأنصار. حصلت غزوة بدر بعد ما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وزاد عدد المسلمين، وكان عاوز يعلم قريش درس ويلحق بيهم الخسائر بسبب اللي عملوه في المسلمين في مكة المكرمة، إنهم أخذوا أموالهم وبيوتهم بالقوة. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قافلة ضخمة لقريش بقيادة أبي سفيان جاية لمكة من بلاد الشام. ساعتها أراد النبي انتهاز الفرصة واعتراض القافلة. وصل الخبر لأبي سفيان فأرسل لقريش يستغيث بيهم ويطلب النجدة، وغير طريق القافلة فنجحت. لكن قريش جهزت نفسها لقتال المسلمين وما رجعوش، ومن بينهم أبو جهل، فخرجوا سائرين لبدر لمحاربة المسلمين. انتصر المسلمون في المعركة دي، وقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وكانت خسائر قريش كبيرة، فاتقتل منهم 70 مشرك وأسروا منهم 70 تانيين، وحصلوا على غنائم عظيمة. وخسارة المسلمين كانت بسيطة، استشهد منهم 14 صحابي بسبب انتصار المسلمين في المعركة ما يلي: قيادة النبي للحرب دي، وهي قيادة حكيمة بتوحد المسلمين وبتنظم أمورهم. اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم نظام جديد في القتال، وهو الصفوف المرتبة، مش زي قريش نظام الكر والفر، يعني مرة تتقدم ومرة تتراجع. عقيدة الصحابة القوية اللي بتدفعهم لاتباع أوامر الله ونبيه. امداد ربنا سبحانه وتعالى جيوش المسلمين بالملائكة، فكانت الملائكة موجودة عشان تثبت المسلمين وترعب المشركين. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بطلب منكم تساعدوني، قربنا نوصل 3000 مشترك، فأتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة. مستني دعمكم. سلام.